الحواوشي يا سادة، أيوة الحواوشي وعجينة الحواوشي. هنعمل النهاردة عجينة الحواوشي في البيت بكل سهولة، وإن شاء الله مش هتجيبي الحواوشي تاني من بره البيت. يلا بينا كده بقى حبايب قلبي، نصلي على الرسول ونبتدي الفيديو بتاعنا. بس ما تنسيش تحطي اللايك، واللي مش مشترك في القناة يشترك. ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. جبت بقى كده البولة زي ما حضراتكم شايفين، ونزلت فيها بكوبايتين من المية. الكوبايتين اللي أنا حطيتهم دي الكوباية العادية خالص بتاعت الشاي بتاعتنا. حطيت معلقتين من السكر وشويه من الملح، وحطيت كيس من الخميره. اظن مفيش اسهل من كده. وهسيب لكم كمان كل المقادير والمكونات في صندوق الوصف. وهنزل كمان كده بقى لتعزيز اللقمه بتاعتنا ب3 معالق كبار من السمنه او الزبده. وهنقلب بقى كده كله مع بعضه لحد كده ما كله يدخل مع بعضه، السكر مع الملح مع الخميره مع السمنه اللي انا حطيتها. هنزل بقى كده بالدقيق بتاعي، وده كده معايا كيلو من الدقيق. هاخد منه كيلو الا ربع، وهسيب كده ربع كيلو للتبطيط. يلا بينا كده بقى نعجن العجينه بتاعتنا ونقلب كده كله مع بعضه. بس بقى كده انا كمان هسيب كوبايه ميه كده على جنب لو العجينه احتاجت لها. انت احتاجتي ميه يا زوزو؟ ايوه انا احتاجت يا جماعه كوبايه كمان الا شويه صغيرين. طبعا الميه دي والسوائل بتكون على حسب نوع الدقيق. يبقى انا كده حطيت في الاول كوبايتين من الميه، احتاجت بس كده كمان يعتبر كوبايه. هفضل بقى كده اعجن كويس جدا جدا. بصوا العجينه ما شاء الله طريه جدا ولمت معايا بكل سهوله. حطيت بقى كده في البوله شويه زيت، وعلى وش العجينه كده بقى شويه زيت. وهنسيب بقى كده العجينه بتاعتنا ترتاح. ويلا بينا كده بقى نعمل الخلطه بتاعتنا بتاعه العيش بلحمه او الحواوشي. جبت بقى كده 3 بصلات وفرمتهم كده في الكبه. ما عندكيش الكبه، يا تقطعيه كده البصل بايديكي قطع صغيره، يا تبشريه في المبشره. احنا مش بنوقف نفسنا يا جماعه على حاجه. ده كده معايا البصل اهو، فضيته كده في البوله زي ما انتم شايفين، ومتقطع بقى كده معايا قطع صغيره. هجيب بقى كده برضو الكبه، وهنزل فيها بقرنين كبار من الفلفل الرومي، وعودين من البقدونس، وفصين من الثوم. طبعا يا جماعه الثوم والبقدونس بيخلوا الريحه بتاعه العيش بلحمه او الخلطه بتاعتي في منتهى الجمال. هنزل بقى كده على البصل بتاعي بالفلفل الرومي. لو انت بقى بتحبي الحاجه سبايسي، حطي بقى قرن شطه كده سبايسي يكون كده حراق مع الفلفل الاخضر. مش حابه الحاجه تكون سبايسي، ما استغني خالص عن قرن الشطه، ما تحطيهوش. وهنزل بقى كده باللحمه بتاعتي. اللحمه يا جماعه لازم يكون فيها نسبه من الدهن، اللي بيخلي بقى كده العيش بلحمه زي بتاع بره كده، وطعمه كده وانت بتاكليه تلاقي كده السمنه كده في بقك غرقانه. لازم كده اللحمه يكون فيها نسبه دهن. هنقلب بقى كده اللحمه بتاعتنا مع الخلطه دي، وهنحط بقى التوابل بتاعتنا. ده كده عندي 7 بهارات وشويه من الملح، وانا حطيت سنه كده اللي هي الشطه السبايسي الحمراء، حطيتها بودر. وهنقلب بقى كده كله مع بعضه كويس جدا، لازم كده كله يدخل في بعضه. يلا بينا كده بقى ناخد الخلطه بتاعتنا الحلوه دي وندخلها بقى كده التلاجة تستريح، ونرجع بقى كده نشوف العجينه بتاعتنا. يلا بينا كده بقى ندي البوكسين اللي احنا مستنيينهم للعجينه ونخرج الهواء منها. ادي كده العجينه معايا اهي. يلا بينا كده بقى نقرص العجين بتاعنا او العيش بتاعنا، ونعمله بقى كده الكور. طبعا العدد اللي انت عايزاه على حسب عدد افراد الاسره. هنرش بقى كده في الصينيه شويه دقيق، وهنكور العيش بتاعنا ونحط كده الكور، وهنسيبها برده ترتاح للمره التانيه. طبعا انا بعمل يا جماعه العيش بلحمه اللي هو بيكون طبقه فوق وطبقه تحت، الكورتين بيعملوا رغيف واحد. ممكن بقى تعملي بطريقه تانية، كوره واحده تحشي في قلبها كده اللحمه وعادي وتبططيها. لكن انا بقى كده عملت زي اللي بيتباع بره بالظبط، اللي هي طبقه فوق وطبقه تحت. ادي كده غطيت العجين بتاعي، وجبت بقى كده اللحمه وبدات كده اكورها على عدد العيش اللي انا عاملاه. عايزه نقول لكم متماسكه جدا، لازم بقى تسيبوها في التلاجة ترتاح علشان تعرفوا تكوروها كمان على حسب كده بقى الحجم اللي انتوا عايزينه بتاع الحواوشي. يلا بينا كده بقى نبتدي. اول حاجه كده نرش بقى كده شويه دقيق، وناخد كده بقى الكوره بتاعتنا ونبتدي كده بقى بالمردانه كده نفردها. طبعا انتوا عايزين بقى الحجم كبير، عايزين الحجم صغير، دي كده في ايديكم. لو انتوا حبيتوه كبير شويه هيبقى معاكم عيش بلحمه، لو انتوا عملتوه صغير يبقى كده هيبقى معاكم حواوشي. وحاولوا كده بقى تخلوا الكور تكون قد بعضها علشان يبقى الرغيف فوق يكون قد الرغيف تحت. ادي كده فردت العيش بتاعي او الرغيف بتاعي زي ما حضراتكم شايفين،
وحطيت الكوره بتاعت اللحمه، وحطيت بقى كده الرغيف اللي انا فردته كده الاول يعني فوق اللحمه، وبدات كده اقفل. اظن يا جماعه مفيش اسهل من كده. العجينه سهله جدا، وطبعا حاجه البيت يا جماعه انا دايما بقول لكم في كل فيديوهاتي ان حاجه البيت بتكون انضف واحسن كتير كتير من حاجه بره. طبعا اللحمه انت عارفه جايباها منين، والبصل والفلفل والحاجه انت غسلها كويس. وجيت بقى كده ايه بالشوكه كده عملت كده تخريمتين كده 3 في قلب الرغيف، علشان انا مش عايزاه يقب وهو معايا في الفرن. ده كده بقى تاني رغيف معايا اهو، زي ما انتم شايفين اخدت كده الرغيف اول كوره وفردتها، وخدت كده تاني واحد برضو وفردته، وبرش طبعا الدقيق وبقلب كده اللي فوق تحت واللي تحت فوق، وما تحطوش دقيق كتير يا جماعه علشان الرغيف ما يجيرش منكم. ادي كده ايه تاني رغيف اهوت. ادي بقى تاني واحد انا حطيت برضو كده اللحمه. اظن يعني يا جماعه الفيديو شارح نفسه وما فيهوش اي حاجه. يبقى كده خلاص بقى كده احنا لا هنجيب الحواوشي بره البيت تاني خالص. ممكن بقى يا جماعه تسووه على الطاسه في البوتاجاز، وممكن تسووه في الفرن. انا سويته في الفرن يا جماعه، لكن ان شاء الله باذن الله انا هعمل لكم فيديو تاني بطريقه تانيه خالص خالص غير اللي انا عملتها دي، وهسويه معاكم فوق البوتاجاز. فانا النهارده بس حبيت علشان في ناس قالت لي احنا عايزين نعمل الحواوشي في البيت وعجينه الحواوشي، فانا النهارده عملت لكم الفيديو ده علشان اوريكم يا جماعه ان الحاجه سهله. جربوا وجيبوا فيديوهات وكلنا بنتعلم من بعض. ادي كده اول واحد فردته اهو، وتاني واحد فردته حطيت فيه اللحمه. وحاولوا كده تخلوا الرغيف يكون قد الرغيف علشان يبقوا الطبقتين كده متساويين وعلى قد بعض. بقفل كده بقى الحروف بتاعتي كويس جدا علشان الرغيف يا جماعه ما يفتحش مني او يفك مني وهو في الفرن. بدي برده كده خبطتين كده على الرغيف، وبجيب بقى كده الشوكه وببدا كده اعمل تخريم كده في قلب العجينه او في قلب الرغيف، علشان طبعا محطوط عليه خميره، ولو ما خرمناهوش هيقب معانا في قلب الفرن. فطبعا لازم يا جماعه ان احنا نجيب بقى كده الشوكه ونعمل التخريم ده. عايزه بقى تحطي كده بقى ايه شويه سمسم حطي، عايزه تحطي حبه البركه حطي، لكن انا عندي ولادي يا جماعه مش بيحبوا السمسم وحبه البركه على الحواوشي، بيحبوه كده زي ما هو ساده. ادي كده بقى ايه رغيف كمان اهو بعمله معاكم. بصوا شايفين السهوله؟ اظن يا جماعه مفيش اسهل من كده. والله لو انا ما استخدمتش المردنه ويعني افرد بيها الرغيف وعملت كده بايديا، هتلاقوا يعني العجينه ما شاء الله اللهم بارك بتجري. اهم حاجه بس ان انتوا تريحوا العجينه كويس علشان تتفرد معاكم كويس جدا. ادي كده الرغيف اهو، حطيت برده كده عليه اللحمه زي ما انتم شايفين. عايزه نقول لكم بقى التتبيله بتاعه اللحمه في منتهى الجمال، وما فيهاش حاجات كتير. طبعا انا كنت حطيت اللي هو البقدونس وحطيت الفلفل الاخضر. لو انت عايزه بقى تحطي فلفل الوان حطي، عايزه تبشري طماطمايه حطي. برده الطماطم بتطري معانا الرغيف وبتخليه حلو قوي، فانت برده لو عايزه تحطي طماطم حطي. ان شاء الله باذن الله المره الجايه هعمل معاكم الخلطه وهحط معاها فلفل الوان وهحط لكم معاها طماطم، وهعمل لكم كمان طريقه للتسويه تانية خالص غير بتاعه الفرن. ادي كده بقى ايه العيش بتاعي كده خلاص كده خلص اهو. وجبت بقى كده السجان ودهنتها طبعا بالزيت. وطبعا انا كنت يا جماعه مشغله الفرن. اهم حاجه ان انتوا تشغلوا الفرن والفرن يكون سخن جامد جدا، لان فرن البوتاجاز بتاع البيت بيكون غير اللي بره اللي احنا بنسويه بره في الفران العاديه اللي بتكون عند الجزارين او الفران. ادي كده العيش بتاعي اهو او الحواوشي بتاعنا اهو. يلا بينا كده بقى ايه نعمل حاجه كمان. انا لقيت كده كم عندي كم عجينه كده يعني صغنطتين، وكان عندي حته لحمه كده صغيره مسكتهم كده عملتهم زي القرص. انتوا عارفين يعني اللي هو ايه عملت كده الكوره وحشيتها كده من جواها كده اللحمه، وقفلت عليها وبططتها وبرده خرمتها بالشوكه. هسيبهم يعني طبعا انا مش برمي حاجه. كلكم عارفين ان زوزو مش بتحب التهدير يا جماعه ولا بترمي اي حاجه. جبت بقى كده الحليب زي ما انتم شايفين وبالفرشه، وبدات كده ادهن وش العيش بلحمه بتاعي او الحواوشي بتاعي باللبن. وده كده يا جماعه اختياري. في ناس بتحط بيض، لكن انا والله مش انا يعني انا بالنسبه لي انا شخصيا مش بحب البيض على وش المعجنات. كان عندي بقى كده حته ليا
اللي هي بقى الدهنه كده، انا بشرتها كده بالمبشره ورشيتها بقى كده على الوش بتاع الحواوشي. عايزه نقول لكم فرقت جدا جدا يا جماعه. لو انت ما عندكيش دهنه او ليا، ممكن كده بقى تجيبي معلقتين كده سمنه بلدي وبالفرشه كده وتدهني الوش. اهم حاجه بقى كده في العيش بلحمه او الحواوشي الدهون بقى كده اللي بتبقى سايحه كده. شايفين بقى كده الشكل يا جماعه بعد ما خرج من الفرن؟ مش عايزه نقول لكم على الجمال. طبعا اول كده ما خرج من الفرن انا عايزاه يبقى طري معايا، فانا عملت ايه؟ جبت البخاخه ورشيته كده بالميه وغطيته، بقى معايا طري وفي منتهى الجمال. والعجينه عايزه نقول لكم والله يا جماعه هشه جدا، كاني عامله عيش فينو. بصوا الشكل والجمال ما شاء الله اللهم بارك. عملوا معايا 5 ارغفه كده كويسين، وطبعا انت بتعملي على حسب العدد اللي انت عايزاه. والعجينه يا جماعه طريقتها سهله جدا. ان شاء الله حبايب قلبي تجربوا الوصفه بتاعتي، واستحاله بقى كده باذن الله ان انتوا تشتروا الحواوشي تاني خالص من بره البيت. ان شاء الله تجربوا الوصفه بتاعتي. ما تنسوش بقى كده تحطوا اللايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك.